ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدا الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. تمام. النت كان قاطع بقاله حوالي كده شهر، كان فاصل. وعايزه اقول لكم بقى ان انا بقى شحنت باقه ب100 وشحنت باقه بكذا حاجه كده. عايزه اقول لكم كنت ما بعرف، ما ينفعش ان انا اصلا ارفع منهم فيديوهات عشان اشحن باقه ب100. ممكن اشحن يعني احمل منها فيديوهين 3 وخلاص بال100 جنيه. فانا هلاحق منين؟ المهم فكنت ساكته. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله. المهم زي ما انتوا شفتوا عنوان الفيديو كده، احنا عايزين نزرع مع بعض جرجير. نزرع مع بعض جرجير لرمضان. انا الفيديو ده مصوراه والله العظيم بقالي كتير جدا وعايزه انزله وما كنتش عارفه انزله. السنه اللي فاتت انا زرعت جرجير. تعالوا بقى كده ايه، تخيلوا كده ان احنا كل يوم كده كنت كل يوم اطلع اجيب شويه اعمل بيهم السلطه بتاعه فطار رمضان، واجيب شويه للسحور نتسحر بيهم. عايزه اقول لكم حاجه كده في منتهى السعاده، والله العظيم بجد. المهم قبل بقى ما نخش في تفاصيل كتير، اول حاجه انا كده عملت حته كده زي ما انتم شفتوا كده فوق على السطح. طبعا مش على السطح نفسه، لا انا حاطه، انا فرشه مشمع كبير وحاطه عليه الرش زي ما انتم شايفين كده اهوت. الرش بقى انا جايباه منين؟ في ناس قالوا لي في كذا فيديو، هما ما كانوش بيكلموا بس انا والله العظيم ما بيكملوش الفيديو. انا كنت قايله كل التفاصيل في الفيديو بس هما مش بيكملوا الفيديو. وبص جاري كده بص الاقيهم في الكومنتات: انت ليه ما قلتيش نوع التربه، وليه ما قلتيش نوع البذور، وليه ما قلتيش نعمل ايه وليه؟ يا جماعه اسمعوا الفيديو الاخر هتلاقوني قايله كل التفاصيل. احنا فلاحين، فعندنا التربه الزراعيه دي موجوده عادي جدا، يعني بمشي في اي حته نلاقي تربه زراعيه وبنجيب منها لان احنا فلاحين. طب انتوا مثلا مش في بلد ارياف وكده وعايزين مثلا تجيبوا وتزرعوا، انتوا روحوا المشتل وقولوا لهم احنا عايزين تربه زراعيه، هيدوكوا التربه الزراعيه. تمام. بس كل الحكايه انا بحطها كده. ده كده الجرجير، دي كده بذور الجرجير انا كنت جايبه ب5 جنيه، زرعت منهم كذا مره ولسه فاضل دولت برضو هزرع منهم كذا مره. تمام. جبت التربه الزراعيه بتاعتي. ما حطيتش عليها اي حاجه. ممكن تحطي عليها رمل، يعني مثلا ايه من واحد، يعني لو انت جبت جردل تربه زراعيه تحطي عليه نص جردل رمل اللي هو بتاع البنى عادي. تمام. بعد كده يعني بلته ميه كده، ميه غمر، اللي انا يعتبر كل الرش اللي عندي ده كده مبلول، مش الوش مثلا مبلول ومن تحت ايه ناشف، لا انا رويته روي غمر. وبعد كده بدات ان انا انطر كده البذور زي ما انتم شايفين كده بطريقه خفيفه. تمام. وبعد ما نطرت البذور، يعني ايه، ما ينفعش ان انا احط البذور وبعد كده اروي. ليه؟ عشان البذور كلها هتتكون في حته واحده مع الري. تمام. يبقى انا اروي وبعد كده اروي اعمل البذور وبعد كده اروح جايبه حبه رش تاني واروح ايه حطاهم عليهم كده، ان انا احاول ان انا اغطي البذور عندي بطبقه خفيفه قوي. تمام. عشان ينبت بسرعه. طب هم الفلاحين اللي هم عندهم ارض، هل كميه الارض دي بيعملوا فيها كده؟ لا هم مش بيعملوا كده، هم بيروا بس بيرموا البذور وبعد الروي بس مش بيحطوا رش تاني زي ما انا بعمل كده. بس دي ارض زراعيه. تمام. بعد كده برجع بقى تاني كده ايه، بحط الخرطوم كده حاجه بسيطه قوي كده سرسوب صغير، وبرجع كده ايه ارطب بس الرطش اللي انا حطيته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. مش بفتح برضو الحنفيه قوي او مش بصب بكوز او بحاجه يعني قوي برضو، ان هي عشان ايه ما تخليليش البذور كلها تمشي في حته واحده ويبقى حته فيها وحته ما فيهاش. تمام. زي ما انتوا شايفين كده اهو بالراحه خالص، ولا بذور بتتحرك ولا اي حاجه بتتحرك. هرجع لكم امتى بقى كده؟ هرجع لكم بعد حوالي 10 ايام. بصوا بقى النتيجة، الله اكبر. بعد 10 ايام كان الجرجير بتاعي خضر زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد 10 ايام بالظبط. عايزه اقول لكم هو بيخضر، يعني بص تلاقوا كده الارض خضرت بعد يومين او 3 بالكتير، يعني حوالي بعد 3 ايام بتبص تلاقوا الارض ايه خضرت. اسرع حاجه تزرعيها واسرع حاجه تخضرلك الارض بسرعه هي الجرجير. يعني بص ارمي حبه جرجير من هنا ويومين 3 وتبص تلاقيهم طلعوا من هنا. يعني حاجه سهله قوي، مش بيحتاج مراعيه كتير ومش بتحتاج ايه
ان انت تاخدي بالك منها كتير. تمام. طب احنا في الوقت ده احنا هنروي قد ايه؟ انا هروي بعد اسبوع، يعني كل اسبوع هروي الارض الحته بتاعتي دي راويه غمر. يعني ايه راويه غمر؟ يعني الميه توصل لحد تحت. تمام. عايزه اقول لكم بقى من حسن حظكم ان النت لسه جاي النهارده، اللي هو النهارده ايه؟ النهارده الاربع. صورت لكم الجرجير بتاعي النهارده الاربع، وهنزل لكم الفيديو ان شاء الله بكره الخميس. يعني يوم ما الفيديو ينزل هيبقى ده حجم الجرجير بتاعي كده، ما شاء الله يعني الله اكبر. زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. انا كان عندي امل انزل لكم في كده، بس دلوقتي من حسن حظكم قولوا الله اكبر، بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني. ان هو النت فضل قاطع لحد لما الجرجير وصل لهذه المرحلة. الجرجير بصوا هنا كنت بقول لكم ايه ده، بصوا ما شاء الله وكبر وبقى الله اكبر، يعني حوالي قد كف الايد. يعني كده بقاله حوالي 15 يوم، 15 او 16 17 يوم حاجة زي كده. يعني لو انتوا هتزرعوا جرجير دلوقتي اهوت النهاردة هتلحقوا تزرعوا جرجير لرمضان. كل يوم بقى كده اطلع اجيب حبة اعمل بيهم سلطة رمضان، السلطة قصدي، و... وشوية ايه للسحور، او ممكن لو احنا عاملين بقى اكل شعبي وكده ناكله بقى جنب الفطار جنب الاكل وكده يعني. تمام. بصوا هنا كنت بقول لكم بصوا حجم الورقة هنا قد ايه، وطول الجرجيرة بقت قد ايه. يعني بقت يعتبر ان هي قد كف ايدي. يعني كده فاضل حوالي على رمضان كام يوم؟ 17 يوم او 18 يوم حاجة زي كده. والجرجير ما شاء الله بالحجم ده كده على رمضان ان شاء الله باذن الله يا رب اول يوم رمضان هيبقى حجمه حلو جدا وكبير. ممكن احش كمان قبل رمضان ويطلع بقى ايه تاني. انا زرعت حتة تانية